السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير، طمنونا عليكم. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، إن واحدة بعد 15 سنة عايزة تتطلق. بعد 15 سنة جواز عايزة تتطلق ليه؟ مش عايزة تعدل. مش عايزة تعدل إزاي؟ مش عايزة تعدل إزاي؟ إزاي تيجي تقولي لي بعد 15 سنة ده مش عايزة تعدل؟ أمال أنت كنت بتعملي إيه السنين دي كلها؟ ما تقوليش إن أنت حاولتي، لانك انت ما حاولتيش. حقيقي ما حاولتيش. عارفه ما حاولتيش ازاي؟ ما حاولتيش لانك انت برضو مش عايزه تتعدلي. ما حاولتيش لانك انت ما خدتوش بالهداوه. يعني انت ما حاولتيش، انت السبب. انت. كل الستات، معظم الستات، بلاش كل الستات، معظم الستات 50% من الستات بيعدلوا جوازهم. يا ست، ده في ناس بتشرب وخربت الدنيا، وبتيجي مراته بس في اسبوع ولا 10 ايام تقعد معاه وتقول له الحكاية والرواية، وعايزين نتعدل، وبتعدلوا بالحب، بالكلمة الطيبة. وانت جاية تقولي لي بعد 15 سنة؟ 15 سنة يبقى انت زي ما انت ما تغيرتيش. وانت لو غيرت نفسك وغيرت اسلوبك معاه هتظبط الدنيا. لو انت طيبة ابقي شريرة، لو انت شريرة ابقي طيبة، لو انت صوتك عالي وطيه، لو انت صوتك واطي اتعصبي وقولي له لا ما ينفعش. انما انت ما تغيرتيش، انت زي ما انت. لازم تقعدي معاه مرة واتنين وعشرة. 15 سنة، 15 سنة ومش عايز تتعدل؟ لا، انت الصح تقولي 15 سنة وانا مش عارفة اتغير عشان اظبط بيتي. مش عارفة تتغيري عشان تظبطي بيتك، ده اللي يتقال. انما تيجي تقولي لي ان انا بقالي 15 سنة وزهقت، لا ما زهقتيش. انت بتتكلمي في عشرة، في زمن انت عرفت كل عيوبه من اول 5 سنين. مش هقولك من اول سنة، من اول 5 سنين عرفت عيوبه. 10 سنين اللي بعد كده ما قدرتش تظبطي. اقعدي معاه، عندنا أولاد، عندنا مدارس، عندنا طلبات، عندنا حياة. نعمل كذا، نوفر كذا، بطل كذا، ما تشتمش قدام الناس، ما تعملش قدام عيالك، أنا بزعل. أنا بالراحة، بالراحة. إنما ضربة البوز بتاعتك اللي هي عمرها ما هتتغير، هي دي اللي مخليها زي ما هو. التشنيكة بتاعتك اللي هي مش ولا كأن في حوار داير ما بين عيلتين. انت السبب، انت السبب والله. لانك انت لو حاولتي تغيري هيتغير، هيتغير، هيتغير معاكي بجد. حاولي. الست تقدر تعمل كل حاجة. انما هو الموضوع اصلا كان على مزاجك في وقت معين، ودلوقتي بقاش على الهوا. فخلاص الدنيا صعبت عليكي. ليه؟ ليه انت تسيبي الامور توصل لحد 15 سنة؟ على كده بقى اللي بيقعدوا سنة وشهور والكلام ده، دول عندهم حق بقى. ده كده مية مية. ده كده الستات عارفة ظروفها. احنا بنشجعش على الطلاق، مش بنشجع على اي حاجة من الحاجات دي. بس احنا بنوضح العيوب وفي كل واحد، عشان الراجل يبقى عنده جواز، مدة جواز 15 سنة، وتيجي انت في الاخر تقولي ده مش عايز يتغير. ايه اللي مش عايز يتغير؟ انت يعني بتتكلمي في ايه؟ بتتكلمي في تأثير منك انت، مش منه هو. ونفس الامر للراجل، ان هو يجي يقول لك مراتي مش عارف ايه. ما تغيرها يا عم، عاملها بحنية والله هتظبط معاك، عاملها بالراحة هتظبط معاك. انما هي كل ما تيجي تكلمك هتقول لك انت زي ما انك، عمرك ما تتغير. وانت هتقول لها عمرك ما هتتغيري. هيفضل بوزك هو هو، ويفضل لسانك هو هو. طيب ما تيجوا يا جدعان نغيروا نفسكم شوية. يعني انت غير نفسك وانت غيري نفسك، وبعد كده اتكلوا على الله. كل واحد يغير نفسه قبل ما يغير التاني. شوف انت بتتكلمي ازاي وغيري طريقة كلامك. وانت شوف قلة ادبك دي وصوتك العالي قدام الناس، وبطلها. وحبها واحترمها وقدرها وطمن عليها. مش هتعمل حاجة، يعني صدقني تبقى احسن واحدة في الدنيا.
على الأقل بالنسبة لك يا عم. وانت نفس الأمر اهتم بيه واسألي عليه واطمني عليه وشوفي ماله، ولما يجي من الشغل شوفي راحته ايه واعملها له، أكله شربه هدومه، الدنيا تبقى مظبوطة. مش يخش يلاقيكي جايبة عيلتك وعيلة عيلتك وقاعدالي في البيت، مش يخش يلاقيكي عمالة تصوتي في العيال وتزعقي. لا، أبوكوا خلاص أنت عارفة إن هو ميعاده دلوقتي، أبوكوا داخل. يا جدعان اسكتوا، اسكتوا عيب. مش أنت اللي تصوتي وتتنططي وتعملي وتكبري المواضيع مع عيالك وهو داخل. وخش شوف عيالك، وخش شوف بيعملوا ايه، وخش ليه؟ ليه؟ ما هو ده الثابت معاك، ان كل يوم انت عمال انت وعيالك تدبوا ببعض. ده الثابت. هو ملوش دعوة، مش ملوش دعوة ان هو يعني مش هيربي عياله. يعني الراجل داخل من شغله، اقعدوا كده وبعد كده ايه قولي له اشتكي له ابنك عمل كذا، نبه عليه. مش تصوتي وهو طالع على السلم يلاقي السويت الجايب لاخر الشارع ويلاقيكم بتدبوا ببعض، او يخش يلاقي اختك واخت اختك والدنيا كلها قاعدين له في الشقة، واللي قاعدة عدل واللي قاعدة عوج، واللي بتهزر واللي بتعمل، وهو جاي تعبان عايز يغير هدومه وعايز ياكل لقمته. لا، اعدل لنفسك انت الاول، وانت برضو اعدل نفسك. انما تيجي تقولي لي بعد 15 سنة مش عايز يتغير، لا انتوا بتستهبلوا. يا جماعة كل واحد يشوف هو مقصر في ايه ويعدل نفسه. كل واحد يشوف مقصر في ايه ويعدل نفسه. احنا بننبه بس من الحاجات اللي بنشوفها، والله احنا بنتكلم. انا كل شغلي كل كلامي على الفيديوهات من اللي شفناه في حياتنا. يا جماعة يعني اتقوا الله ببعض، اتقوا الله ببعض. واخر كلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.